كانت متوجهة نحو الزاوية 90 في نهاية المطاف، غيرت اتجاه، رد فعل سريع من جانب شباب، راح مزيان من دون مقدمات، من دون انتظار. الدقيقة الثانية واربعين ثانية، انطلق عبد الرحمن مزيان من دون متابعة، من دون رقابة. هل في وضعية تسلل أم لا؟ مزيان يقول ما فيش وضعية تسلل. مجدل بقى واقف، روض الكرة بالقدم، وضعها بالداخل القدم بهدوء. مختار بالخيثر يحتفظ بالكرة، يبحث عن التوزيع، يعود إلى الخلف. ثنائية رائعة، صعبة، خطيرة. هدف التعادل لجمعية تشلف من البديل بونوا يعدل النتيجة لجمعية تشلف بعد عمل ثلاثي رائع وممتاز. سنشاهد الإعادة وكيفية التوغل في لقطة ثنائية ثلاثية مميزة. في نهاية المطاف البديل بونوا هو الذي يصنع الفارق. هكذا كانت الانطلاقة من مختار بالخيطر، يهيئ الكرة لبونوا، من بونوا إلى العربي يعود إلى بونوا. هاي هنا الانطلاقة ثنائية ثلاثية في الزاوية البعيدة على زغبة، في الزاوية البعيدة على زغبة. اكتفى بالمتابعة ومشاهدة الكرة وهي تزور الشباك.